السلام عليكم. من الأفضل أن تكون مخيفًا على أن تكون محبوبًا، إذا لم يكن بإمكانك الحصول على الاثنين. هكذا يجب على الحاكم أن يكون من وجهة نظر ماكافيلي صاحب كتاب الأمير، أشهر كتاب سياسي في الحكم، والذي تتلمذ على هذا الكتاب أشهر طغاة العالم في العصر الحديث. فقد احتفظ هتلر بنسخة من الكتاب في سريره يقرأ منها كل ليلة قبل أن ينام. ومن المعروف أن ستالين قد وصف الأمير بأنه المرشد الأعلى للدولة، إلا أنه قام بوضعه فيما بعد في فهرس الفاشية للكتب المحظورة. كما تم العثور على نسخة من الكتاب يحتفظ بها نابليون بونابرت. تم نشر كتاب الأمير عام 1532، وفي عام 1559 تم وضع جميع أعمال ميكافيلي على فهرس الكتب المحظورة للكنيسة الكاثوليكية، وأدانت كنيسة البروتستانت هذا الكتاب وتم حظره في إنجلترا. ومع ذلك كان الكتاب يقرأ على نطاق واسع، وأصبح اسم المؤلف مرادفا للمكر والسلوك عديم الضمير. فقد اعتمد ماكيافيلي في كتابه على أن الغايات تبرر دائما الوسائل، مهما كانت هذه الوسائل قاسية أو وحشية أو غير أخلاقية. ولقد فرق ماكيافيلي تماما بين السياسة والشؤون الأخلاقية، كد عدم وجود ترابط بينهم. ويقول ماكيافيلي: يجب على الأمير دائما أن يبدو أخلاقيا للغاية حتى وإن لم يكن كذلك. مع نهاية هذا المقطع، شاركونا بآرائكم من خلال التعليقات.